عبد الرزاق حمد الله، اسم يعني الأهداف، يعني الأرقام القياسية، لكنه غايب عن الساحة الدولية. لغز حمد الله مع المنتخب المغربي حير الكثيرين. طيب، شو القصة الحقيقية وراء هذا الغياب؟ في الدقائق الجاية رح نكشف سوا الخيوط الخفية لهالقضية اللي سببت جدل كبير. السؤال هذا مو مجرد فضول أبداً، هو محور نقاش كبير قسم الشارع الرياضي المغربي. تخيلوا لاعب يكسر الأرقام القياسية في كل الدوريات اللي لعب فيها، وفجأة يكون مستبعد من أهم المحافل الدولية. القصة صدقوني أكبر من كونها مجرد قرار فني، هي الشبكة معقدة من العوامل، ويلا بينا نحللها الآن. وقبل ما نتعمق في التفاصيل خلونا نتفق على حقيقة واحدة ما عليها أي جدال: موهبة حمد الله في تسجيل الأهداف ما كانت أبداً محل شك. أرقامه تتكلم بصوت أعلى من أي تحليل. إذا كانت المهارة خارج المعادلة، وش هي الأسباب الحقيقية اللي أبعدته؟ الإجابة تتفرع لثلاثة مسارات رئيسية، وكل مسار يكشف لنا جزء من اللغز. رح نمشي خطوة بخطوة، نتكلم عن الانضباط وصدام الشخصيات، وفي النهاية الفلسفة اللي تحكم اختيارات المنتخب. هذه هي الأعمدة الثلاثة اللي انبنى عليها قرار الإبعاد. خلونا نبدأ بالنقطة الأكثر جدلاً وحساسية: الانضباط. الموضوع ما كان مجرد خلاف عابر، لا، كانت سلسلة من الأحداث اللي شكلت نقاط انهيار حقيقية وتركت شرخ عميق في علاقته بقميص المنتخب. الشرارة الأولى كانت قبل مونديال 2018 لما غادر المعسكر بشكل مفاجئ. هذا الحدث ما كان منعزل، بالعكس كان بداية لتدهور سريع وصل ذروته لما أعلن اعتزاله الدولي في السنة اللي بعدها، ومن وقتها صارت محاولات العودة رحلة صعبة لاستعادة ثقة كانت مفقودة. وهنا إحنا ما نتكلم عن تخمينات أو إشاعات، هذا بيان رسمي. لما الجهة المسؤولة نفسها تستخدم عبارات مثل مشاكل داخلية وعدم انضباط، فهي ترسل رسالة واضحة جدا: القضية ما كانت في رجل اللاعب، كانت في سلوكه. وطبيعي جدا هذا يخلينا نسأل، طيب مع مين كانت هالمشاكل؟ الإجابة تكمن في علاقته المتوترة مع اللي في قمة الهرم الفني. ما كانت حادثة معزولة مع مدرب واحد، لا، كان نمط يتكرر من الصدام من هيرفي رونار إلى وحيد خليليوزيتش. اللي نشوفه هنا هو صدام حتمي بين قوتين. من جهة شخصية حمد الله القوية اللي ما تقبل بأنصاف الحلول، ومن جهة ثانية مدربين يشوفون أنه تماسك الفريق هو الأساس اللي ما يمكن المساس فيه أبداً. هذا التباين كان وصفة مؤكدة للاحتكاك المستمر. وهنا نوصل للمحور اللي يربط كل شيء ببعضه: فلسفة المنتخب، وهي قاعدة ذهبية ما بتتغير: المجموعة تيجي أولاً قبل أي اسم أو أي نجم، مهما كانت إمكانياته الفردية خارقة. خلونا نشوف هالتباين بشكل أوضح. على اليمين عندنا حمد الله ماكينة الأهداف اللي بتركز على الأداء الفردي، وعلى اليسار نشوف متطلبات المنتخب: الانسجام، الروح الجماعية، الاستقرار. كانت في فجوة واضحة بين اللي بيقدمه اللاعب واللي يحتاجه الفريق ككيان واحد. إذن تم وضع الموهبة الفردية في كفة وانسجام الفريق في الكفة الثانية، وفي النهاية كفة المجموعة هي اللي رجحت. كان قرار استراتيجي واضح: نضحي ببعض الأهداف مقابل ضمان استقرار الفريق كله. طيب، ما هو الحكم النهائي في هذه القضية؟ غياب حمد الله ما كانش رفض لموهبته، لا، كان نتيجة حتمية لسلسلة من الاختيارات اللي انبنت على قيم مختلفة تماماً عن قيمه. ببساطة القصة كلها ممكن نلخصها في 3 خطوات واضحة. أولاً، مشاكل انضباطية سببت فقدان الثقة. ثانياً، علاقات متوترة مع المدربين. وثالثاً، عدم التوافق مع فلسفة الفريق أولاً اللي يتبعها المنتخب. وفي النهاية نرجع للسؤال الأهم: هل كان ممكن نلاقي توازن بين موهبة فردية فذة ومتطلبات فريق جماعي؟ هل خسر المنتخب هداف لا يعوض أم حافظ على استقرار لا يقدر بثمن؟ الإجابة في نهاية المطاف تبقى عند كل متابع وكل مهتم.